مين ابشع سفاح سمعتوا عنه في حياتك؟ ريا وسكينه، سفاح كرموز، احمد فهمي. كل دول كانوا ناس طيبين جنب الراجل اللي هنتكلم عنه النهارده، لان كل دول على الاقل كانوا بيدفنوا جثث الضحايا بتاعتهم. لكن الاستاذ كان بيحط الضحايا بتاعته في الفريزر بعد ما يقتلهم، وكل ما يجوع ولا اي حاجه يقوم مطلع مثلا رجل واحد، دراع واحده، ويفكه، وبعد كده يبتدي ان هو يشوحه. جيفري دامر طفل امريكي عادي جدا، كان عايش مع جدته بعد انفصال ابوه وامه، بس جدته طردته من البيت. عارف طردته ليه؟ عشان قفشته في وضع مش لطيف. تفتكر قفشته مع مين؟ مع ابن الجيران؟ والله ما كنا كملنا الحلقه اصلا. طب مع بنت الجيران؟ يا ريت. دي قفشته مع الدبدوب. بدايته كلها كانت مبشره، بتقول ان الولد ده رايح في حته تانيه، يعني كل الناس بتعمل الغلط بطريقه معينه، ده ملوش دعوه بالنمطيه دي خالص، ده جاي يجود على غلطات الناس. علشان كده وهو في سن المراهقه ابتدى ينزل الملاهي الليليه ويلقط رزقه. ومش قصدي ان هو يلقط رزقه انه يكسب فلوس، ما هو مش كل الرزق فلوس. جيفري كان بيصطاد العيال المراهقين اللي مش لاقيين تمن الكاس ويغريهم بالفلوس والكحول، وبعدين يقول لهم ما تيجوا نكمل السهره عندي في البيت. في البيت طبعا بيشربوا كل حاجه بتتشرب ما عدا النبيذ القبرصي عشان هيلسوعهم لحد ما يتعبوا من كتر الشرب، وده بيسهل عليه مهمه خنقهم، يمسكهم واحد واحد ويخلص عليهم. مش بس كده، ده كمان يسلخ جلدهم ويقطع حتت اللحمه اللي تعجبه، حته من الزند، بيت اللوح، عرق بتيلو، يعني هو مزاجه بقى. لا ده كمان ممكن ياخد الحتت اللحمه الطازه دي ويشوحها وياكلها، وياخد كمان الهياكل العظميه دي يحطها في الديب فريزر. ليه بقى؟ لو حب ياكل طاجن كوارع ولا حاجه. اول ضحيه حصل معاها السيناريو ده كان سنه 78. استدرجوا من مالها ليلي وخدوا معاه البيت، ولما الواد حب انه يمشي ضربوا بالشاكوش على دماغه لغايه لما افقدوا الوعي، وبعد كده خنقوا ومارس معاه علاقه جنسيه وهو جثه هامده، وبعدين قطعه بمنشار كهرباء، وبعد كده حط جسمه في حمض كيميائي حارق لحد ما دوب الجثه. ما كانش يعرف هوايته في اكل لحوم البشر. لكن اللي حصل مع الضحايا اللي بعد كده ما خرجش عن نفس السيناريو، يقتلهم، يقطعهم، يشوحهم، ياكلهم. قتل كام واحد بقى عمنا جيفري؟ 17 ضحيه، وكلهم كان بياخد العظم بتاعهم ويحطه في الثلاجه. مش عارف انا كان بيحط العنب فين. هنا في سؤال مهم كل واحد ممكن يساله لنفسه، هو فين الشرطه من الجرائم دي؟ وازاي كل المجرمين دول كانوا بيعيشوا طلقاء ويقتلوا في خلق الله؟ عاوز اقول لك ان طبيعه المجرمين دول بيكون ليهم طبيعه خاصه ومعقده ومضلله جدا، يعني ما بيقتلوش بدافع السرقه او بدافع الانتقام، بالعكس هما بيكونوا مصابين بمرض ازدواجيه الشخصيه. بيكون عنده وشين، وش طيب وغلبان ما ينفعش اي حد يشك فيه، وش تاني بيبقى مليان جريمه ورعب. ضيف على كده الطريقه اللي بينفذوا بيها عمليات القتل، دي ناس متقنه لاخفاء الضحايا. انت بتدخل معاه البيت عادي ما بتعرفش هتخرج منه تاني امتى، وعشان كده برضه في الغالب معظم السفاحين دول بيقعوا عن طريق الصدفه، زي ما حصل مع جيفري لما خد واحد من الضحايا في شقته، وقبل ما يقتله حب ياكل معاه عيش وملح، فطلع له قطعه لحم بشري من الثلاجه وقال له والله العظيم اللي ياكلها غيرك يطفحها. ده مش غريب، المرحوم كان وائل صاحبي. الشاب طبعا قال له عيوني، بس استاذنك بس هخش الحمام وهخلص واجي لك على طول ناكل سوا. ودخل الحمام لكنه نط من الشباك للشارع، وبعد كده وقف دوريه شرطه وبلغهم بكل حاجه، واتقبض على جيفري وقعد شويه في السجن لغايه لما في مره دخلوا عليه لقوه مضروب بالشاكوش على دماغه، مات. بس للامانه الناس اللي عملت كده ما كلوش منه حاجه. الو، مساء الخير، لو سمحت يا باشا عايز اعمل اوردر. لو سمحت انا عايز صوابع زينب. لا انا عايز صوابع زينب حرفيا. لا 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 انا عايز صوابع الايدين مش الرجلين يا استاذ. ماشي. طيب ممكن تبعت لي ام علي؟ لا انت ابعت لي ام علي كده اهوت لوحديها، انا هبقى اقطعها.